التوست. شو بنقدر نعمل بالتوست؟ خلونا نشوف شو رح اعمل بخبز التوست. وصفة بتجنن. تابعوا الفيديو للاخير وشوفوا شو رح ساوي. عندي هون تقريبا شي 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون، اضفت عليهم سنين من الثوم الناعم، بعدين اضفت عليهم الاوريجانو والحبق وثوم بودرة وبصل بودرة وفلفل اسود وملح. عندي هون نص كيلو تقريبا من صدور الدجاج مقطعين شرحات رفيعة مثل ما شايفين. اضفت عليهم الخلطة وخلطتهم كثير منيح وحطيتهم بالبراد من ساعة لساعتين. كل ما الدجاج ضل بالتتبيلة وقت اكثر كل ما عطانا نتيجة اطيب. هون لخلطة الصوص عندي هون نص كاسة من المايونيز، اضفت عليه ملعقة من خردل واضفت عليه هون ثوم كمان، سن واحد من الثوم مفروم ناعم، واضفت عليه فلفل اسود والاوريجانو. طبعا الاوريجانو عندنا مكون اساسي بهاي الوصفة، والملح. طبعا انا نسيت اضيف هون بالخلاط الخل، لازم نضيف ملعقتين كبار من الخل كتير ضروري، وشي ملعقتين كبار من زيت الزيتون، وهون شرحات من جبنة القشقوان. طبعا الخلطة الاساسية جبنة البرميزان بس مش متوفرة عندي، اقرب شي إلى هي جبنة القشقوان، وهيك طلع القوام. بعدين هون عندي زيت زيتون اضفت عليه ثوم بودرة وبصل بودرة وأوريجانو وملح، وخلطتهم كثير منيح، وقطعت التوست هون لمكعبات، شلت الحواف وقطعتهم لمكعبات، وأضفت عليهم الخلطة وخلطتهم كثير منيح مع بعضهم، وحطيتهم بالقلاية الهوائية لحتى يتحمصوا. طبعا تقدروا تحطوهم بالفرن عادي ما في مشكلة، بس لمنهم يتحمصوا. بعدين هون للدجاج حطيت القلاية على النار ولحميت شوي، حطيت فيها الدجاج. طبعا الدجاج بدنا نضل نقلبه تقليب مستمر لحتى يستوي معنا وما ينحرق وما يصير قاسي. طبعا الدجاج طلع كثير طيب، جوسي من الداخل وتحمر، راح ياخذ اللون الذهبي. هلا راح تشوفوا كيف راح يكون لون الدجاج. كثير طيبين طلعوا على فكرة. هيك لون الدجاج لازم يكون. بعدين هون عندي قطعت الخس، طبعا خس عربي، حطيت الخس بالجاط واضفت عليه كمية من الصوص وخلطتهم كثير منيح مع الصوص. بعدين اضفت عليهم الخبز التوست، مكعبات خبز التوست المحمصين. بعدين اضفت عليهم الدجاج، واضفت عليهم شرحات من جبنة القشقوان. طبعا برجع اقولكم انه هي الاساسية بجبنة البرميزان، بس اقرب شيء له القشقوان. وبعدين رجعت اضفت عليها الصوص مثل ما شايفين بهالطريقة، وهيك نكون عملنا السيزر سلطة. هاي السيزر سلطة يعني معروفة انها هي نوع من انواع المقبلات، بقدموها كثير بالمطاعم. طبعا بصراحة يا جماعة انا شخصيا رأيي انها اطيب مليون مرة من المطاعم. كثير نكهتها طلعت طيبة، هيك بتكرمي بالبيت، بتكرمي بالمكونات. كثير نكهتها بتشهي حرفيا، ولا اطيب من هيك. نصيحة جربوها. هاي طبعا ثاني اكلي ل سهرة راس السنة. ان شاء الله كل سنة وانتم سالمين يا رب، وتكون سنة خير عليكم جميعا. تقدروا تعتمدوها بكل مناسباتكم وسهراتكم. ويلا لا تنسوا لايكاتكم، لا تنسوا الكومنت الحلو كثير اللي بيشبهكم، وشاركوا لي فيديوهاتي لتوصل لأكبر عدد من العالم. وشكرا كثير على دعمكم، عن جد انتم عالم بتجننوا، بحبكم كثير. وان شاء الله بشوفكم بوصفة جديدة كمان لسهرة راس السنة. رح اعطيكم وصفة بتجنن، استنوني وباي باي.